مش زي بتاع نزهاتكم عندي الشخصيه اللي بتتحدث عن مساوئهم وعن عدم امانتهم، لكن هم استغلوا اسمي واشاروا في كل مكان. الاثار الحمد لله بقول لكم اهو اللي اتسرقت مفيش قطعه اثريه فريده اتسرقت بال1200، لان كل اللصوص اللي دخلوا المخازن داخلين يدوروا على الذهب والكنز اللي مسيطره على كل مكان في مصر، فبيدخل وهو مش فاهم حاجه، يفتح صندوق ياخد شرطه ويجري. فانا ما اقدرش اقول لك ان في قطعه في المتحف المصري اللي ناقص راس لنفرتيتي قد كده لاميره حتى مش متاكدين ده، والباقي كله قطع برونزيه لوحده 30 قطعه. خلي بالك انا بقول حاجتين، لو اللي حصل يوم 28 ده حصل في باريس او روما او كان البلد انتهت. انا لسه عندي النهارده 2 صحفيين امريكان قلت لهم نيويورك كانت اتشالت. اللي حصل ان حال المتحف العراق اتسرق 15,000 قطعه اثريه وكل كنوز المتحف. لما انا ادخل يا جماعه المتحف والاقي كل حاجه موجوده، قناعه والدنيا موجوده، اقول لهم تعالوا المتحف اتسرق واوضح الدنيا معانا، وانا كلمتي بتتقال بره الدنيا بتتقلب. فكان لازم احمي المتحف واحمي مصر واحمي الشباب. واقول انا بقول لكم اهو لو الحاجه اللي اتسرقت انا هقول للناس كلها ايه اللي اتسرق. يوم الاثنين بعد يوم السبت قلنا مسروق 8 قطع، جالي تقريبا 8 قطع. بعدها ب5 ايام 15 قطعه. بعدها 10 ايام يوم ما سبت الوزاره قلنا 54 قطعه اثريه. طبقا للتقارير اللي جت المخازن اعلنا المخازن. فانا اكمل بس الحلاوه فكره التدفق الى حد ما حدش يقدر يوقفها. لا انا عايز عاوزين انا عايز اشرب ايه؟ تشرب ايه عشان الراجل هات لي شاي. حلو كده عشان بس التدفق ده انا برد على اسئله. لسه نفس السؤال، اصل السؤال يتبقى حتى الان سياده الوزير اذا كان هناك من حصر لما تم سرقته قد ايه؟ وهل ده تواجد مع مسؤوليتك كمسؤول سياسي وامني عن تامين هذه المتاحف؟ انا اسف سؤالك ده المفروض مش كده. طب قول لي ازاي؟ شوف انا متابعك بس يعني ما تقوليش بقى مسؤول الامن انا مش مسؤول عن لا صلى على النبي. ليه بقى انا بقول الكلام ده؟ انت المسؤول عن تامين. يا استاذنا من فضلك من فضلك من فضلك ما حدش يقول كده ابدا. حاضر يا سيدي. انت قادر تحمي نفسك؟ معك مسدس بس. دلوقتي انا عايز اقول لكم اولا نمره واحد اللي اتسرق لحد النهارده طبقا للتقارير اللي جات لي 1200 قطعه. بقول لك احمد ربنا والحمد لله ما فيش قطعه ثانيه. انا من يوم ما رجعت الوزاره بقالي شهر و10 ايام قدرنا ان احنا مستمر لسه في الجد عشان نعرف. قدرنا نعمل الامان لمناطق الاثار، قدرنا نرتب بيتنا، قدرنا نعمل حاجات كويسه جدا والحمد لله. القوات المسلحه ومجلس اعلى القوات المسلحه معين لواء للتنسيق عشان نزيل كل التعديات. النهارده قبل ما اجي لكم عاملين 3 ساعات اجتماع، كل تعدي موجود على ارض مصر هيتشال ومش هنسمع بتعدي موجود نهائي. اثارنا المسروقه دي ده بس الاثار ولا بالاثار؟ بالاثار بالذات وده يدل اهتمام القوات المسلحه بالاثار. ان في واحد لواء من مجلس اعلى القوات المسلحه مسؤول عن التنسيق بيننا وبين مجلس اعلى القوات المسلحه عشان نبين المشاكل اللي عندنا، واهم المشاكل اللي عندنا هي التعديات. تعدي كبانات، واحد بنى جامع على الطريق الصاعد بتاع هرم عشان ما يتشالش. بنوا كبانات ضخمه واللي بناها مش حتى الاهالي، ده الحراميه. واحد حرامي يروح يبني 100 مقبره عشان يروح يدافع عن الناس الاغنياء. كل الحاجات باذن الله تتشال. انا اقول لك تم حصر بيها كلها؟ كل التعديات آلاف التعديات الموجودة في كل مناطق الآثار، واحنا قلنا هنبدأ هذا الأسبوع ب6 مناطق: الأقصر، بر الغربي، بيدوم، سقارة، أبو سدر، اللشت، الجيزة. لا ما فيهاش تعديات، يعني أنا يهمني المناطق اللي بزورها ازاي. فالحمد لله قدرنا نوظف بيتنا ونريح بيتنا. طبعا أنا إيه
بقول لك لا انت سيادتك عارف اكتر مني الوضع بتاع الشرطه ما حدش يتكلم فيه. الوضع وحش. كويس. ايوه الوضع الشرطه وحش. يعني طب انت النهارده الناس اللي بتقبض من عندك دول وعندك حواس اثار أنا وعندك موظفين بالجمله، لماذا لا يقوموا هؤلاء بعمل درع بشري لحمايه الاماكن اللي استهزأوا منها؟ طب انا عايزك بقى بعدين الرجاله خلطوش يسافروا يتكلم عليها. قالوا لي ممنوع الآلي، لكن انت بقى بتقول للناس بتوع دول دخلوا عليهم ولا عصابات بالطبنجات والقشاش والتانيين يجروا. والله عايز تعمل درع على فكره انا حاسس ان انت مش من مصر. يعني خلاص بقت وحشه. خلاص بقت وحشه يعني. انت مش محتاج مناقشه. بس ما خدوش مش ما انا بقول لك قالوا لي ما ينفعش. سيادتك النهارده قالوا لي ما ينفعش نعمل بتاع ده يا طبنجه يا رشاش. انا قلت بقى الرشاش حلو في ايه؟ شكلها كبير، لكن الطبنجه مش حد شايف. فقلنا الرشاش 9000 لو يشيلوا الرشاش ال 9000 دول كم واحد منهم عنده استعداد انه يشيل الرشاش؟ لازم لو ما شالش يمشي. هيتدربوا وعمل لهم برنامج تدريبي في الامن القومي على اعلى مستوى. وكان بدا الدكتور غير حكايه انا عايزين بقى 5000 واحد مثقف، واحد شهادات متوسطه عشان غفير الاثار لما يبقى متعلم وفاهم ومرتبط كويس. واحنا بنحاول في موضوع انا عايز اقول لك حاجه. انا في 2002 اللي عملناه عشان نحمي اثارنا ما اتعملش في اي دوله في الدول. 47 مخزن متحف اللي انا اديتهم